بيتراجعوا. كابتن حسن قال فورا ترجع لهم عقودهم، واللعيب واثق فيا مش عشان اذيه. يبان ليك ان الموضوع خلص، لكن الفريق اليوناني يقدم شكوى ضد اللاعب وضد نادي الزمالك علشان غضب من اللي عمله شيكابالا، ان هو نزل يخلص ورق التجديد ومضى من وراه مع مين؟ مع نادي الزمالك، علشان الفريق اليوناني يقدم دعوة للفيفا ضد نادي الزمالك وضد اللاعب. وساعتها حصل ايقاف لشيكابالا لمدة 6 شهور، واتغرم نادي الزمالك من خزينته حوالي 1,000,000 يورو لصالح النادي اليوناني. ده بقى نادي الزمالك اللي دايما بيتهم النادي الاهلي باهدار المال العام، علشان يجي موسم 2007 2008 ويحصل خلاف بين شيكابالا وجمهور النادي الاهلي، فجمهور النادي الاهلي يشتم شيكابالا وشيكابالا يرفع الحذاء في وش جمهور النادي الاهلي كانه بيتخانق في خناقه شوارع. وبعدها في موسم عام 2009 يقدم نادي الزمالك اسوأ مواسمه حرفيا.